بعمل لكم النهارده سبانخ كده. انا اول مره هصور لكم سبانخ، العيال ما كانوش الاول بيرضوا ياكلوها. بعمل لكم سبانخ باللحمه. قطعت حته دهنه حلوه كده معاها عشان هي بتحب الدسم، وقطعت بصلايتين كبار قوي، وهدق فصين 3 توم وحمرهم مع البصله. بص انا بدي اللحمه هنا سلقه الاول كده، وهنا كده حبايبي هحط الطماطم اهي. وهنا حبايب قلبي انا حطيت حبه رز صغننه، وحطيت السبانخ اهي. بس السبانخ انا كنت مخزناها في الفريزر، المره الجايه اوريكم تخزينها. انا مقطعاها كنت ومخزناها في الفريزر، موريتكوش وانا بقطعها اهي. ماما عامله لنا النهارده رز وسبانخ ولحمه مضيعه. بصوا بقى السبانخ، انا قلت لكم انا حطيت حبه رز، وفي مره تانية بس بعد احيانا بحط حمص، بس انا حبيت اجرب ام رز. الحاج صاحب البيت مدلعه. وعامه اولاد حبايبي ما كانوش بيحبوا السبانخ، بس الحمد لله حبوها. بصي قربي يا بنتي، قربي. بس مسكره وجميله. ماما عامله لنا لحمه. ايه ده؟ بصوا يا جمالها. ايه ماما؟ قالت يا اما ده هدوق اللحمه عشان اقول لك رايي. انا عارفه رايي في السبانخ، اللحمه اهم. شوف اللحمه هي اللي نقول راينا فيها يا ماما. هي دي يا اما لازم تدوق اللحمه. يا لهوي. بصوا يا جماعه، طب والله ماما دايبه. ايوه يا ماما دي لحمتي انا اللي دايبه دوب. عملت لحمه وعملت رز، لحمه بسبانخ ورز وبالهنا والشفا، وعامله الوصفه ليكم. قلت لكم طريقه النهارده في السبانخ، عايزين اي حاجه تاني جديده او اي طريقه اكتبوا لي عليها. وادي الرز بالهنا والشفا. تسلم ايدك يا ماما. بصوا يا جماعه، قربت كده. بصوا اللحمه ماما عاملاها دايبه ومستويه ازاي. امل قايمه بالواجب في اللحمه يا ستي كله الحمد لله دقتها جميله جميله جميله. بقول لكم احنا نقفل الفيديو بسرعه لان الاكل سخن زي ما انتم شايفين، وعايزين نلحق ناكل. حبايبي. تسلم ايدك يا ماما. تسلمي يا حبيبتي بالهنا.